دعمنا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، هذا فضلا وليس أمرا، وشكرا. أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم صباح اليوم بشكل رسمي سحب ترشحه من استضافة نهائيات كأس إفريقيا لنسختي 2025 و2027. وجاء إعلان سحب الجزائر رسميا ملف ترشحها لاستضافة كأس إفريقيا على لسان وليد الصادي رئيس مجلس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وذلك على هامش تسلم مهامه بصفته رئيسا جديدا للاتحاد الجزائري لكرة القدم. وكان الإعلامي الجزائري حفيظ دراجي أكد أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم خاطب الكاف رسميا وأعلن سحب ملف ترشحه لاحتضان نهائيات كأس إفريقيا 2025-2027 لأنه لم يعد من أولوياته، ويفضل التركيز على تنظيف البيت الكروي وإعادة بعث الكرة الجزائرية. ويبدو أن الجزائر أقدمت على هذه الخطوة بعد أن تأكدت من عدم قدرتها على منافسة المغرب على الفوز بشرف تنظيم نهائيات كأس إفريقيا 2025، ما يعني عدم إمكانية تنظيم نسخة 2027 على اعتبار أن قوانين الاتحاد الإفريقي تنص على عدم تنظيم الكان لنسختين متتاليتين في نفس المنطقة الجغرافية. بهذا الصدد ووفقا لما كشفه مصدر معروف، فإن المغرب حسم تنظيم نسخة 2025 لكأس إفريقيا، ولم يتبقى سوى الإعلان الرسمي عن ذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي للكاف، وذلك لقوة الملف مقدم إلى الأعضاء الذين لهم حق التصويت. وحسب المصدر نفسه فإن المغرب قدم أقوى ملف لاحتضان نسخة 2025 لكأس إفريقيا، حيث اقترح 7 ملاعب لإجراء المباريات الرسمية تستجيب للمعايير الدولية المنصوص عليها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، مع توفير 24 ملعبا للتدريبات، بمعنى أن كل منتخب سيكون له ملعب خاص به، إضافة إلى مرافق وتجهيزات رياضية من مستوى عال، وملعب خاص لتدريبات الحكام. لا تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. شكرا.